لما المواطن المسلم أو العربي بشكل عام ببلادنا بوصل لنتيجة بعد خبرة طويلة مع حكامنا الأشاوس إنه السياسي نجاسي وإنه كل اللي عم بيصير مسرحيات وكلهم متفقين علينا، ويطلع حدا عامل حاله فهلوي بسوق العبط على الناس بهيك كلام، ما بيكون هذا الحكي جاي من فراغ. لما تشوف واحد مثل الرئيس أردوغان مثلا اللي كان حامي حمى الإخوان بنقلب عليهم ويسكر فضائياتهم ويصير يعتقل أي واحد منهم بيفتح تمه بحرف، وخاصة اللي عم بدعي من تركيا للنزول للشارع في مظاهرات 11/11 لإسقاط السيسي، ولما تشوفه بنفس الوقت راكض ورا النظام السيسي عشان يرضيه، ومخابرات السيسي مش معبريته وكلامها وتصريحاتها بتفهم منه انه ما تتدخل فينا يا اردوغان. ولما تشوفه عم بيستقبل من كم يوم وزير حرب الكيان المجرم بني جانتس في القصور بعد ما كان رافع لواء فلسطين والتصدي للكيان، هون لازم تعذر الناس لما تشعر بالخذلان والخديعة وتستنتج المقولات اللي حكيناها بالأول. لكن مثل ما بيقول المثل إذا عرف السبب بطل العجب، ولما نعرف السبب مش شرط نكون موافقين عليه، بل بخليك تعرف قد ايه حكامنا عندهم قصر نظر في السياسات. السلام عليكم أولاد خالتي المحترمين. خلال الأيام الماضية اعتقل الأمن التركي 34 معارض مصري مقيمين في تركيا، كان أبرز واحد منتهم هو الإعلامي حسام الغمري اللي تم اعتقاله بحسب ما أكد حسابه الرسمي على صفحات التواصل، وكان مهدد أنه يتم ترحيله إلى مصر. وذكر الحساب يومها: قامت اليوم ظهرا الشرطة التركية بإلقاء القبض على حسام الغمري وأنباء عن ترحيله. حسام كان يعمل سابقا رئيس تحرير فضائية الشرق اللي اشتراها لاحقا المعارض المصري أيمن نور. أما سبب الاعتقال فهو إنه المعتقلين خالفوا تعليمات الأمن التركي إنه ما حدا منهم يحرض ضد نظام السيسي عبر وسائل التواصل. الأمن التركي ما بده حدا يحرض على التظاهر يوم 11/11 من تركيا، ولا حتى ببوست أو تغريدة أو منشور. اعتقال الغمري واللي معاه عمل ضجة على مواقع التواصل وبلشت تطلع الأسئلة، وخصوصا انه الاعتقال بلش يحكي عن كود جي 87 وكود جي 102 اللي معناهم انه اللي بيتم القبض عليه هو اولا ارهابي، وثانيا انه قد يواجه خطر الترحيل الى بلده مش بلد ثالث، يعني كان ممكن ترحيل المقبوض عليهم الى مصر وتسليمهم لمخابرات السيسي. حساب منظمة داون إيجيبت الحقوقي قال على حسابه: السلطات التركية تلقي القبض على الصحفي المصري حسام الغمري وتبدأ في إجراءات ترحيله لمصر وفقا لكود جي 87. سيواجه الغمري خطرا مؤكدا على حياته حال تسليمه للسلطات المصرية. نطالب السلطات التركية بعدم ترحيله وإخلاء سبيله فورا. واللي متابع بيعرف أن المخابرات المصرية كانت تشترط على تركيا تسليم المعارضين على أراضيها لمحاكمتهم في مصر. السياسي والناشط الحقوقي أسامة رشدي علق على الخبر وقال: خبر اعتقال الأستاذ حسام الغمري صحيح، والسبب الظاهر أمور تتعلق بالإقامة وخلافه، لكن لا يوجد ترحيل بإذن الله، ومعه عدد من المحامين، وإن شاء الله ينتهي الأمر على خير. لكن الضغوط بالطبع كبيرة، ولعل الجميع يفهمون أن مواجهة نظام فاشي مجرم لها تبعات على من بالداخل كما من في الخارج. والحقوقي هيثم أبو خليل كتب: أتمنى أن يكون ما حدث خطأ غير مقصود في حق الإعلام النابه حسام الغمري المعارض المصري الحر الشريف، خاصة أنه اعتقل نجله الأكبر يوسف منذ يومين فقط لإرهابه لكي يصمت، وسبق منعه من على الظهور على الشاشة. كل تضامن مع حسام الغمري وفي انتظار عودته لبيته. اللافت يا بن خالتي بالموضوع إنه بالوقت اللي كان الأمن التركي عم بيعتقل حسام الغمري كانت مخابرات السيسي عم تعتقل ابن يوسف في مصر. الرجل كان عم بدعي الناس للنزول بكثافة يوم 11/11، وبتعرفوا انتوا نظام السيسي لما ما يقدر يوصل لواحد بيروح معتقل اي حدا من عيلته، اللي بيطلع قدامه بيعتقله. شغل أنظمة مخابراتية. ما لقيت المطلوب جيب أبوه أو أخوه أو ابنه أو حتى أمه أو أخته وبنته. أنظمة مخابرات ما عندها ذرة شرف ولا كرامة. الإعلام المصري التابع للمخابرات طبعا شمت باعتقال حسام الغمري. اسمعوا مثلا شو قال الباز: حسام ده مش فرد، يعني مش فرد غاضب مثلا، لا ده في تنظيم بيديروا هذا الموضوع وهذه العمليه، بنزل طول الوقت فيديوهات وبنزل طول الوقت يعني تحريض بشكل واضح جدا. فاتقبض عليه فين؟ في تركيا. اتقبض عليه في تركيا ليه؟ لانه الراجل بيسلك سلوك تحريض على دوله ويعني حشد للناس بالباطل وبالايه؟ بالفبركه. يعني الفيديوهات اللي هو بيحطها لناس
اي عيل صغير يدخل يعرف انه دي فيديوهات مفبركه. طبعا بعد ما تم القبض على حسام الغامري الاخوان قامت قيامتهم، والاعلاميين بتوع الاخوان قامت قيامتهم. ليه؟ مش عشان اتقبض عليه فقط، ولكن عشان كل واحد منهم شاف مصيره ممكن يبقى ايه. الامن التركي احنا ملناش علاقه بترتيباته، يعني هو شايف انه حسام، لانه حسام بعض الناس قالوا انه خد الجنسيه التركيه، وبعدين تاكدت انه لا، ما خدش الجنسيه التركيه. في اربعه يعني تم رفض منحهم الجنسيه التركيه، هنيجي للموضوع ده بعد شويه. منهم حسام الغامري، فما خدش الجنسيه التركيه، ما خدش الجنسيه التركيه، فعنده مشاكل، ورق الاقامه، ورق مش عارف ايه. ما هو خلي بالك، لما يبقى واحد ضلالي بهذا الشكل وكاذب بهذا الشكل ومزور بهذا الشكل، ما تعرفش هو بيعمل ايه هناك. فتم القبض عليه، واللي هو ايه، رساله بقى لكل الجماعه اللي هم الاعلاميين هناك، انه النهايه قريبه. مبين عليك يا باز مش متابع شو عم بصير. المخابرات اللي ورا الباز استغلت الموقف عشان ترعب المعارضين في تركيا وتقول النهاية قريبة، وهذا اللي حطوا الباز بعنوانه. يعني راح نجيبكم كلكم، وأردوغان راح يسلمكم واحد واحد. ومش بس إعلام مخابرات السيسي، حتى الإعلام السعودي نفسه داخل في المعركة. قناة العربية بتقولك قال إنه عندها معلومات. ونصيحة مني يا بن خالتي، بس تسمع وسيلة إعلامية بتقولك معلومات خاصة ومصادر، اعرف إنه الخبر مفبرك واللي راح تسمعه إشاعة. المهم، معلومات العربية بتقولك إنه أيمن نور وجماعة الإخوان اتفقوا على تكثيف استغلال ارتفاع سعر الدولار وما تلاه من ارتفاع لأسعار السلع في ترويج الشائعات حول النظام والحشد ضده، واستغلال انشغال الأجهزة الأمنية بتأمين قمة المناخ التي ستنعقد بعد أيام في شرم الشيخ لخروج تظاهرات كبيرة تسبب الحرج للحكومة أمام ضيوفها وتسمح بإحداث فوضى قد تؤدي لإسقاط النظام بحسب زعمه. يعني بالنسبة لقناة العربية مش شايف إنه انهيار سعر الجنيه المصري بأرقام قياسية وخلال أيام معدودة، ولا ارتفاع البطالة وغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من الأسواق، ولا الاعتقالات، ولا أزمة المياه. لا يا عمي، هذا كله مش سبب مقنع إنه الناس تنزل تتظاهر وتطيح بالنظام اللي وصلها لهون. من إمتى الشعب العربي بيحق له يعترض على الحاكم أصلاً؟ لا، هذا كله صنية الإخوان. أردوغان وجد حاله فجأة بورطة. من جهة بلشت الاتصالات والوساطات إنه ولو وصل فيك الموضوع لهون سكرت القنوات وفهمنا، ومنعتنا نحكي وفهمنا، ورحلت عدد من الإعلاميين المعارضين للسيسي أو أجبرتهم على الرحيل كمان فهمنا. بس إنه يوصل الموضوع لحد إنه تعتقل الناس من بيوتها بذريعة الإرهاب وبدك تسلمهم لنظام السيسي ومخابراته كمان، لا هيك كثير. وطبعا أردوغان أفرج عن المعتقلين، بس انت بتظن انه أفرج عنهم لأنه دمعت عيونه من الموعظة الحسنة اللي سمعها أو رق قلبه لطلب الاستغاثة والوساطة؟ لا يا عمي، أردوغان عمل هيك لما سمع شو قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إنه مصر أوقفت الاتصالات مع أنقرة. طلع إنه آخر شيء حتى لو بده يسلمهم المعارضين الجماعة مش راح يسلموه. طلع أردوغان راكد ورا السيسي والسيسي داير ظهره. وهون ممكن تسأل، يعني المخابرات المصرية ما عاد بدها المعارضين؟ بالعكس تماما عزيزي المشاهد، المخابرات المصرية بدها المعارضين، بس كمان بدها إنه تركيا تنسحب من ليبيا. خلال الشهر الماضي أنقرة عملت اتفاقين مع الحكومة الليبية، وهذا اللي خلى نظام السيسي يغضب. السيسي كان بده تركيا تنسحب من ليبيا أو على الأقل يوصل لاتفاق معاها بخصوص ليبيا، بس أنقرة راحت عملت اتفاقات بدون ما تنسق مع القاهرة، وهذا أغضب السيسي. والموضوع كلياته متعلق بتأمين إمدادات الغاز من شرق البحر المتوسط، وحكيت عن الموضوع بشكل مفصل بأكثر من حلقة. الاتفاق بين تركيا وليبيا على الحدود البحرية بيمنع أي دولة في شرق المتوسط تصدر غاز لأوروبا إلا بالاتفاق مع تركيا، وهذا الموضوع بالنسبة لأردوغان أهم من الاتفاق مع السيسي اللي راح غضب، فبعد سامح شكري يعلن وقف الاتصالات مع تركيا. ويبدو انه الامن التركي حاول يتصل بالمخابرات المصرية عشان يسلمهم المعتقلين، بس ردوا عليه او حطوا عليهم شروط في ليبيا، فراح اردوغان مطلق سراحهم. انا نفسي اسمع تعليق صابر مشهور على اللي عمله اردوغان. بالزمانات لما انا طلعت عملت كذا حلقة وحكيت انه اردوغان قرر يضحي بالاخوان والمعارضة المصرية كرمال مصالح تركيا في الغاز، وقت تم إيقاف برامج محمد ناصر ومعتز مطر وغيره واضطروا يومها يغادروا إلى لندن. طلع صابر عمل شي 3-4 حلقات عن الموضوع وصار ينفي ويحكي إنه هدول علمانيين وهن طلعوا عشان يسقطوا السيسي من لندن وينسبوا الفضل إلها، وتركيا وأردوغان بعمرهم ما منعوا حدا إنه يعارض.
طيب شو يا صابر؟ يعني الغمري كان علماني وعميل للندن، بعدين ليش صار لك سنة مش فاتح تمك بحرف على السيسي ونظامه؟ طبعا أنا بعذرك، يعني أنت خايف على حالك، بكرة إذا طلعت حكيت على السيسي ممكن المخابرات التركية تعتقلك، وهذا شي وارد وواضح إنك فاهم هذا الشي منيح. بس يا رجل اطلع احكي لك كلمتين على عيون الناس، على الأقل اشرح لجمهورك إنه في مظاهرات بدها تصير بمصر وقت قمة المناخ وبتاريخ 11/11، اشرح على الأقل بشكل محايد. وبالمناسبة من كم يوم الرئيس أردوغان استقبل مجرم الحرب الصهيوني بني جانتس اللي كان مرشح في انتخابات الكنيسة، والصحافة حكيت عن الموضوع كثير، بس أنا للصراحة لفتني تعليق بقول أردوغان يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي ويبحث معه سبل تحرير فلسطين. أردوغان للأسف بظن إنه هيك عم بيحمي راسه عبين ما تخلص ولاية بايدن ويفوز بانتخابات 2023، وإنه راح يطلع لك حدا يقول هذا ذكاء ودهاء وما بعرف شو ومن هذا الكلام الكندرائي اللي ملينا منه، في حين إنه القرآن الكريم من زمان علم المسلمين وقال ودوا لو تدهنوا فيدهنون. بس هيك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.